علاش الراجل كيفضل بنت صغيرة في العمر على وحدة كبيرة؟ علاش كيتفادى البنت اللي كتكون آية في الجمال وكيشوفها بعيدة على النيفو ديالو؟ علاش المرأة اللي خدامة وقارية كترفض تزوج براجل اللي ما قاريش ولا كيشد صالير قل منها؟ تقدر ترجع السبب للاختيارات الشخصية ولا الأذواق ديال الناس، لكن السبب الحقيقي هو أن كل إنسان وفي إطار العلاقات العاطفية عنده قيمة محددة. هاد القيمة بطبيعة الحال كتطلع وكتنزل وكتكون مرتبطة بزاف ديال الحوايج، وباش نبسطو نقدروا نقولوا أن كل واحد فينا عنده رقم من 1 حتى ل10. فاش كتسمع هاد الهضرة تقدر تقول لي راه ما يمكنش تعطي للإنسان قيمة محددة بهاد الطريقة، الإنسان راه جسد وروح وكيان وتجارب وانت تجي تختزلهم في رقم واحد. البشر راه خلقهم الله سواسية وما كاينش فرق بيناتهم. غير باش توضح لك الامور، القيمه اللي كنهضر عليها هي القيمه في اطار العلاقات العاطفيه، وهي جزء من القيمه الكليه ديالك كانسان. يعني واش مطفر ولا لا في العلاقات كيبقى غير جزء صغير من الحياه ديالك اللي ربما انت ما مهتمش به اصلا. دابا تقدر تكون رافض الفكره ديال نعطيو للانسان رقم ونكلاسيوه، لكن الافعال ديالك كيقولوا العكس. فاش كتكون في ديتين اب وكتسوايبي شي حد في ثانيه، راك كلاسيتيه وعطيتيه قيمه محدده. ملي كتقرري بلي الراجل ما يستاهلش سكند ديت، راكي كلاسيتيه وعطيتيه قيمه محدده. ملي قبلتي تزوجي براجل لكن في الداخل ديالك كتحسي بلي كان ممكن تلقاي محسن، راكي كلاسيتيه وعطيتيه قيمه محدده. وكلاسيتيه وعطيتيه قيمه لهذاك الراجل اللي تمنيتي تلقاي ولا لقيتيه لكن ما بغاش يتزوج بك. ملي كتختار واحد الانسان راك اوتوماتيكمون كلاسيتيه وعطيتيه رقم. ملي كترفضو راك كلاسيتيه وعطيتيه رقم. ملي كتردد في الاختيار ديالك راك كلاسيتيه وعطيتيه رقم. الناس بطريقه او باخرى عارفين هذا الشيء، غير هو كيختاروا ما يهضروش على هذا الشيء حيت ماشي سوشيالي كوريكت. كل واحد فينا وإلا كان صريح مع راسو راه عارف القيمه ديالو وكياخذ القرارات ديال واش يدخل في واحد العلاقه ولا لا على هذا الاساس. وإلا كنتي رافض هذا الشيء وكتغمض عليه عينيك راه ما كيعنيش انه ما كاينش. إلا دابا تقبلتي الفكرة ديال أن الإنسان عنده واحد القيمة محددة واللي كتحطو في واحد الكلاسمون معين، غندوزو دابا باش نعرفوا الأنواع ديال هاد القيمة هادي، حيت كاينين جوج ديال الأنواع اللي خصك تفرق بيناتهم. كاينة القيمة الحقيقية ديالك واللي أول واحد عارفها هو أنت ولا أنت. كل واحد فينا راه كيعرف راسو شنو كيسوى، شكون أنت ديال بصح، الجوهر ديالك، العمق ديالك كإنسان، لي كاليتي اللي فيك، الشخصية والمكانة الاجتماعية اللي بنيتي على طول سنين ديال التمارين والتكرفيس، وكاع الحوايج اللي تقدر تساهم بهم وتعطيهم لشريك الحياة ديالك في العلاقة. هاد القيمة هادي غنسميوها الاكشوال ساكشوال ماركت فاليو، يعني القيمة الحقيقية ديالك في المارشي. نقدروا نعطيوها مثلا 7/10. والنوع الثاني ديال القيمة هو شنو كيبان للناس فاش كيشوفوا فيك. قبل ما يهضر معك حتى واحد وانطلاقا من داكشي اللي كيشوفوا كيعطيوك واحد الرقم معين، يقدر هذا الرقم يكون كبر من القيمة الحقيقية ديالك اللي هي 7/10 ولا قل. المهم هادشي على حساب نتايا وكيفاش كتبان للناس. كنتي كتصنع شي حوايج اللي ماشي فيك يقدروا الناس يمشيو غالطين ويعطيوك مثلا 8/10. اما الا كانت لا بريزونطاسيون ديالك ناقصه الناس ما غيعرفوش القيمة الحقيقية ديالك وربما يعطيوك 4/10. وهاد القيمة الثانية غادي نسميوها البرسيفد سيكشوال ماركت فاليو، القيمة اللي كيعطيوك الناس انطلاقا من شنو كيبان ليهم وشنو كيشوفوا. العلاقة بين القيمة الحقيقية والقيمة اللي مرتبطة بشنو كيشوفوا الناس هو اللي كيحدد واش غتطفروا في المجال ديال العلاقات ولا لا. فينسنت فان غوغ فارق الحياة وهو عنده 37 عام، خلى موراه الصورة والانطباع ديال أنه كان واحد الإنسان اللي فاشل في الحياة. اليوم لي طابلو ديالو كيتباعوا بملايين ديال الدولارات والناس كيعتبروه من أعظم وأشهر الرسامين في تاريخ الفن الغربي. في خلال الحياة ديالو حتى واحد ما قدر يشوف القيمة الحقيقية ديالو، لدرجة أنه باع طابلو واحد في معرض رسمي وكان كيعتمد على خوه باش يتكلف ليه بالبيع ولا بريزونطاسيون. يعني هو راه ما كانش كيمشي كاع للمعارض وما كانش كيدير مجهود باش يبريزونتي راسو. لحسن الحظ لينا وللاسف لفينسنت فان غوخ وبعد اكثر من 100 سنه على الوفاه ديالو الناس قدروا يشوفوا اخيرا القيمه الحقيقيه ديالو وفهموا بلي راه كان رجل استثنائي في الوقت ديالو. وهذا الشيء كيخلينا نسالوا علاش الناس ما قدروش يشوفوا القيمه ديال الفن ديالو في ذاك الوقت. واش الفن ما كانش عنده اهميه ولا ما لقاش لمن يبيع؟ فين كان المشكل بالضبط؟ المشكل اللي كان عند فان غوخ هو الفرق الشاسع ما بين القيمه الحقيقيه ديالو والقيمه اللي كانت كتبان للناس. فان غوخ رسام اللي كبير ومبدع واللي كيستاهل الاحترام والتقدير ديال كاع الناس اللي دايرين به، لكن الصوره اللي كان كيعطي على راسو في المجتمع خلاته يمشي من انسان اللي نقدروا نعطيوه مثلا 8/10 لانسان اللي القيمه ديالو كتساوي 2/10.
فان جوخ واحد النهار تفاق ناض قطع ودنو وعطاها لواحد المرأة. القصص كتختلف على شكون هاد المرأة بالضبط. موراها دخل المصحة ديال الأمراض العقلية ودوز شي بركة تما. ملي خرج قربل الدنيا في الدرب اللي كان عايش فيه، كان كيدير داك خيز حتى ناض 80 واحد من جيرانو في مدينة أرليس ووقعوا على واحد العريضة كيطالبوا من السلطات يجريو عليه من المنطقة ديالو. فان جوخ بسبب الصورة اللي كان كيعطي للمجتمع ما قدرش يحافظ على العلاقات الاجتماعية اللي كانت تقدر تفتح ليه الباب باش الأعمال ديالو يتشهروا وياخذوا الحق ديالو، ويلقى الناس اللي كان ممكن يخلصوا مبالغ طائلة باش يشريو لي طابلو ديالو. الرسام كان كيبعت إشارات ديال عدم الاستقرار، الخطر والسلوك المتقلب، إشارات اللي كتخلي أي إنسان عاقل بما فيهم تجار الفن ولي كوليكتور يتفادى ويدخلوا في أي علاقة كيف ما كانت مع هذا السيد. الناس ما بقاوش كيديوها فيه ولا شنو كيدير، الله يجعلو يبني صاروخ ويطلعوا القمر، بالنسبة لهم كيبقى غير حمق وخصنا نعطيوه اتساع. فينسنت فان غوغ فشل ذريع في البريزونطاسيون ديال القيمة الحقيقية ديالو، الشيء اللي أثر على الاختيارات والكاليتي ديال الحياة اللي عاشها. ربما هذا الشيء كيبان غير عادل، لكن هذا هو الواقع. الناس راه ما كيقراوش الأفكار وما كيعلموش الغيب. القرارات اللي غياخذوا والكلاسمون اللي غيحطوك فيه مرتبط في الغالب بشنو يقدروا يشوفوا ولا كاليتي ديال البريزونطاسيون ديالك. الحظوظ ديالك في المجال ديال العلاقات كيعتمدوا على القدرة ديالك باش تخلي الناس يعرفوا الحقيقة ديالك بلا ما يديروا مجهود. القيمة اللي كيشوفوا الناس هي اللي كتدخلك من الباب، والقيمة الحقيقية ديالك هي اللي كتحدد واش غتبقى لداخل ولا لا. ممكن تكون قاري، واعي، عندك ذكاء عاطفي، لاباس عليك، مربي، وفي، كاع لي كاليتي اللي مزيانين تجمعوا فيك، لكن الا الناس ما قدروش يشوفوا هاد الشيء راه بحال الا هاد لي كاليتي راه ما كاينينش. غيعطيوك 2/10 وغيديروا لك نيكست وغيختاروا واحد اخر اللي ضمنيا قل منك غير حيت لا بريزونطاسيون والديليفري ديالو كان حسن. ما تكونش من الناس اللي كيامنوا بلي الشخص المناسب ما خصوش يكون سطحي ويكون قادر يعرف القيمه الحقيقيه ديالهم غير من الشوفه الاولى. هاد الشيء بكل بساطه راه ما كاينش. الرادار فاش كيكون كيسكاني اعطيتيه سينيال راه غيلقاك، خبيتي راسك وما عطيتيه والو راه ما غيلقاكش وما غيعرفكش اصلا واش كاين. فينسنت فان غوغ ما عطاش للناس سينيال، بقى مخبي وكيتسنى شي حد يجي ويعرف القيمة الحقيقية ديالو وما يحكمش عليه غير بالمظهر. للأسف بقى كيتسنى حتى فقد الأمل ونهى الحياة ديالو في آخر المطاف. الا كنتي دابا رد معايا البال غتقول لي الا كان دابا المشكل كاين في لا فيزيبيليتي فشنو اللي غيمنعني نخلق مثلا واحد البيرسوناج ونلعب الدور ونبين بلي راه لاباس عليا وانا ما عندي والو، نلبس مزيان ونهضر بطريقه اللي ماشي ديالي غير باش الناس يشوفوني ويعطوني فرصه. شتي غير ملي قلتي هاد الهضره راك ضمنيا جاوبتي على راسك. الهدف راه ماشي هو تعطي صوره مغلوطه على راسك، حيت الصوره اللي كتعطي راه كتدخلك غير من الباب، لكن واش غتبقى لداخل كتعتمد على واش داكشي اللي وريتي بصح ولا لا. عطيتي صوره مغلوطه عليك ونفختي راسك غادخل من الباب، هذه راه سهله، لكن كون متاكد بمجرد الشخص يعرف الحقيقه ديالك راه غادي يجري عليك. الفكره هي ما تعطيش صوره مغلوطه وفي نفس الوقت ما تعطيش صوره اللي قل من القيمه ديالك، حيت هنا راه ما غتدخلش اصلا من الباب. الحل المناسب هو تعطي الصوره الحقيقيه ديالك، ما تزيد ما تنقص. داكشي اللي عندك ولي كاليتي اللي فيك هما اللي خصك تحاول توصلهم للناس اللي دايرين بك، باش فاش يعطوك فرصه ويدخلوك من الباب ما غاديش يتصدموا بالقيمه الحقيقيه ديالك. دابا غندوزو لسؤال اللي صعيب شويه وحاله اللي كيعيشوها عدد كبير ديال الناس. لنفترض خدمتي على لا بريزونطاسيون ولا فيزيبيليتي ديالك وقدرتي توري جزء كبير من القيمه الحقيقيه ديالك لكاع الناس اللي دايرين بك، لكن حتى واحد ما داها فيك. هنا المشكل ما كيبقاش في البريزونطاسيون، لكن كيولي مشكل في القيمه. كتدخل السوق وكتقول للناس ها انا كيفاش داير وها شنو مستعد نعطي، شكون فيكم اللي بغى يدير معايا ترانزاكسيون؟ الناس اللي في السوق كيبقاو يدوروا عينيهم وكيشوفوا داكشي اللي عندك وكيبان لهم بلي لي برودوي ديالك ناقصين وماشي تنافسيين لدرجه تقنعوهم يديروا معاك ترانزاكسيون. وهذه راه ماشي اهانه، كلنا كنبداو من والو وكنبقاو غاديين وكنافونسيو في الحياه وكنبنيو. يعني الا كان عندك مشكل في البرودوي اول حاجه اللي خصك تعرف هي فين كاين الخلل، موراها تبدا تخدم على راسك باش تقدر تعطي اكثر وتزيد تطلع التنافسيه ديال لي برودوي اللي كتعطي في المارشي. وبطبيعه الحال كاينين شي حوايج اللي ما كتقدرش تبدلهم، ماشي انت اللي كتختار الطبقه الاجتماعيه ديالك، الطول ديالك، البنيه ديالك، الخلفيه ديالك، الجينات اللي تزاديتي بهم، وهادو حوايج اللي كيأثروا على القيمه ديالك في المارشي. وهذه حاجه اللي عاديه واللي خصك تكون متصالح معها. الحياه راه ماشي عادله، لكن هذا الشيء ما كيعنيش بلي غتحط هذيك الارض وغتقول صافي ما نقدر ندير والو. راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي عندك عليهم الكونترول واللي كيزيدوا القيمه الحقيقيه ديالك والقيمه اللي كتبان للناس. راه حتى واحد ما كيقول لك خصك تبدل الطول ديالك ولا الجينات ديالك، لكن المظهر ديالك مثلا راك مسؤول عليه وكيحدد
واش الشخص اللي بغيتي تدخل معاه في علاقة غيكون مهتم بيك، واش غيعطيك فرصة تدخل من الباب ولا لا. فينسنت فان غوخ مات وهو كيآمن باللي العالم تخلى عليه، العالم اللي ما كانش قادر يشوف القيمة الحقيقية ديالو وديال الأعمال الفنية اللي خلى مورا. هذه حقيقة اللي حس بها واللي عاشها، واللي حقيقي في نفس الوقت هو فان غوخ، وبالطريقة اللي عرض بها راسو في المجتمع كان السبب الرئيسي اللي خلى الناس يتخلاو عليه وحرم راسو من الشهرة، الاحترام والتقدير اللي كان يقدر ياخده. فان غوخ فشل في تقليص الفجوة بين القيمة الحقيقية ديالو والقيمة اللي كتبان للناس، ومات متحسرا على حياة اللي كان ممكن تكون حسن. الخلاصة من هذا الشيء ما تكونش بحال فينسنت فان غوخ، على الأقل في هذا الجانب ديال لا بريزونطاسيون ولا فيزيبيليتي. انطلاقا من هذا النهار، الحياة وجودة العلاقات اللي غتعيش كتعتمد بشكل مباشر عليك وعلى القرارات اللي غادي تاخذ. وهذا ما كان سيادي. الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك باش حتى هما يستافدوا ويتعرفوا على القناة، وإلا كان عندك شي تساؤل خليه لي في التعليقات، ونتلاقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. تحياتي.